تقول لي اطعن يا استاذ مرتضى، ما بطعنش. ليه بقى ما بطعنش؟ عشان يبقى كلامي لوجه الله وحب في البلد. ليه ممكن يقول لك هو عامل بقى الكلام ده كله عشان هو يرجع وكان؟ لا خالص. وقول للبنت والولد ولاد الادب اللي قال لك وللمره الثانيه مرتضى منصور يفشل، لا دي للمره الثالثه والرابعه والخامسه. طول ما الاسماء اللي اقول عليها دي موجوده مش هنجح في الانتخابات ولا هدخل نادي الزمالك. وهسمعكم دلوقتي الرساله اللي جات لي من ست اخوه ظابط يوم 4/11/2020، يعني من حوالي سنه تقريبا. قالت لي الدوله واخده قرار تسقط في الانتخابات اللي جايه اللي كانت 2020 وتمشي من النادي، مشيت نادي 29 وتتحبس، واتحبست فعلا في شهر فبراير. فهانم اللي بتقولي انه فشل في ايه، وواحد بيقول لك وقد انتهى سياسيا. لا، اللي حصل ده مش هذا اللي انتهت سياسيا، دي البلد اللي تنتهي سياسيا. هتشوفوا دلوقتي. يبقى رقم واحد انا ما طعنش مش هطعن، يبقى ماليش مصلحه في اللي اقوله الا وجه الله سبحانه وتعالى وبلدي. نمره اتنين، يمكن 2020 انا زعلت لاني كنت قاعد برلمان ومشيت او مشوني او اسقطوني. اقول لكم ازاي دلوقتي، هنرجع ورا شويه. انما انا دلوقتي مش قاعد برلمان فمش مصدوم. بالعكس انا حذرت من اللي حصل ده كله قبل الانتخابات. واقول لكم ازاي مش انتخابات، احنا كنا في بزراميط وعبد المنعم يا امام يا كذاب يا اللي سابوك تنجح. انت من محله ودايرتك محله. ايه اللي جايبك هنا في بدر والبتاع التجمع؟ وبعدين اسالك سؤال، انا اول مره اسمع عن حزب اسمه حزب العدل. ايه الحزب ده؟ في كام واحد؟ بجد في كام واحد؟ طب حزب العدل من ضمن البتاع اللي هي من اجل مصر دي اللي عملوها دي، تمام؟ حضرتك خدت مقعدين، ما خدتش ليه في القايمه مقعد؟ ووفرت المقعدين ليه؟ تطلع جواب للناس. ما احنا عارفين كلنا المقاعد اللي بعض الاحزاب خدوها بس طلعت فتحت الدنيا. طلبوا مني 25 مليون، قلت لهم معيش الا 24 مليون. انت دلوقتي واخد مقعدين حزب العداله او العدل. حضرتك ما نزلتش ليه في القايمه؟ وسبت المحله ليه بلدك ودايرتك؟ سمعنا بقى قبل ما نكمل كلامنا الريس البيه لما نجحوه يا كذاب. هو حضرتك رحت ليه كل الدوائر المرحله الثانيه؟